علمني الصيد لان دلوقتي لسه عايش الله يرحمه. كنت رحت له على البيت ضربته 30 شبشب 30 شبشب فوق دماغه. النهارده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا طيبين يا جماعة. احنا دلوقتي بنشتم في أرض الرز. طبعا لو بصيت على اليمين كده الناس كلها ضرب، لو بصيت على الشمال كده لقيت آخر المارج الناس كلها زرعت. مفيش فلاح أفشل من محمد السيد، هو الوحيد اللي لسه ما زرعش. كل الأراضي انزرعت إلا أرض محمد السيد. وانتهيت اليومين اللي فاتوا دول في الصيد وفي الرحلات. أنا بكل صراحة وأنت كمان منش إلا صاحبك اللي علمك الصيد. أنا بصراحة لو اللي علمني الصيد لأن دلوقتي لسه عايش الله يرحمه. كنت رحت له على البيت ضربته 30 شبشب 30 شبشب فوق دماغه إن هو علمني الصيد. والله الرجالة هناك بتشتم. ودلوقتي يا جماعة اللي أنا بعمله ده اسمه بخلب البتن زي ما أنت شايف كده كده. يعني بخلب البتن علشان ما ينكسرش وكل ميه بتاع التربيعه تبدلنا زي ما هي. دي اول نقطه. طبعا احنا جلعنا المشتل والرجاله جت فرضت وبتشتي. طب هو ضعف مني ان انا عشت الارض بنفسي واجلعها بنفسي وبتاع؟ لا. ودي رساله ليه ان كل الناس بتكمل بعضها. ممكن انت ربنا يبقى معاك تجيب واحد غيرك يسترزق. هو دي اصلا شغلانته الاساسيه ان هو يجي يزرع الارض الزراعيه. اخلط الباكن ده اخلصه وتعالى اوريك برضو انا راجل كفاءه. انا برضو فلاح يعني اي نعم فاشل بس كفاءه والحمد لله. تعالى على حاجه في وسط الرجاله اللي هناك ديت وهي بتشتغل دلوقتي واوريكم الشتيل اللي على حاج ربنا. تابعوا معايا. اشتغل بالله. قطعت الرز كده يا جماعه نصغرها زي كده. قلت مساعد الرجاله شويه وبرضه نطلع لكم فيديو حلو. ايه فيديو حلو جميل. وسع عليك يا ابو حميد. الله يكرمك. الله يوسع عليك. الله ينور يا رجاله. الله ينور. لايك وايه سبسكرايب واشتراك للقناه وما ان شاء الله صاحبك الفلاح اللي زي. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم.